رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معنا النهارده فيديو حماسي جدا وتحفة جدا وتشجيعي. هنعمل مع بعض فطار وهنقوم نتشجع مع بعض ونتنشط مع بعض للمطبخ. فل شمعة منورة، يعني عايزة اقولك كده لو انت مكسلة بقى والحر مفرهاضك اليومين دولت وما انتش قادرة تقومي ولا تعملي حاجة، اتفرجي على الفيديو ده وتابعوا الفيديو للاخر. حطي التليفون جنبك كده وانت واقفه في المطبخ وسمي الله وقومي تشجعي معايا وخلصي مطبخك. بس انا عايزه اطلب منكم طلب، يعني هو مش هيكلفك حاجه. بصوا يا جماعه، انا بتعب جدا في الفيديوهات دي وعشان اصورها، فانا محتاجه منكم بس تحطوا لي لايك، ومحتاجه منك لو انت مش مشتركه تشتركي في القناه. في اسهل من كده؟ يلا بينا بقى ندخل على الفيديو. نبدا الروتين الحماسي التحفه بتاعنا ده. اول حاجه عملتها زي ما شفتوا كده، عملت فطار سريع كده. جبت بيضتين وحطيت فلفل، وحطيت عليهم طماطم ورشيت عليهم رشه فلفل اسود، وطبعا حطيت رغيف عيش بلدي، دهنة زيت في الاول طبعا، وزي ما شفتوا كده الطريقه، وبعدين شويه جبن كده على الوش وغطيت عليهم، وطيت سنه نار. طبعا حابه تعمليه بعيش تورتيلا مفيش اي مشكله، كنت بقول لكم هنا حطوا لايك. وحابه تعملي، شوفي بقى الطريقه اللي انت حابه تعمليها بيه. ممكن تحط البيض الاول في الطاسه، وبعد كده تحط عليه رغيف العيش، وبعد كده تقلبي العيش برضو تديله ايه، تحميره. وممكن تاخدي الطاسه على بعضها وتدي لها تشميعه في الفرن، بتبقى تحفه يعني. بالف هنا وعافيه بقى. المهم ايه، حبيت ادلع الفطار بتاعي كده واعمل فطار حلو دلع كده، لان اليوم النهارده معانا هيبقى ايه، هيبقى شويه يعني ايه مجهد، بس على مين ده؟ احنا قدها ان شاء الله. ربنا يعيننا على حالنا كده، ويعيننا على بيوتنا، ويعيننا على كل حاجه في حياتنا. اول حاجه عملتها طبعا دخلت على المواعين بقى. معانا النهارده غدا جميل جدا، وانا عايزه اقول لكم معانا افكار جميله جدا من اللبن الرايب. لو اللبن راب منك هقول لكم تعملوا بيه ايه برضو. اول حاجه عملتها بقى، دخلت على الكوبايه كده وابتديت ان انا اغسل معاكم. عايزه اقول لكم انا في موضوع كنت عايزه اتكلم معاكم فيه. الموضوع ده بتاع الحما ومرات ابنها. طبعا انا بتكلم عليه متاخر شويه، لان الفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه. الحما ومرات ابنها، طبعا كلكم اتكلمتوا وفي ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده. انا حبيت اتكلم فيه مؤخرا كده، يعني بعد ما خلاص الدنيا هديت وان شاء الله كل حد هيرجع لحاله برضه وشكلهم كمان هيرجعوا لبعض. بس انا عايزه اقول لكم، انا عندي تعقيب واحد بس. ما ينفعش ان البنت تعمل كده مع حماتها. يعني مبدئيا ما ينفعش ان البنت تعمل كده مع حماته، وما ينفعش تمد ايدها عليها. ده يعني ايه حاجة تصرف وحش جدا، وتصرف كلنا يعني ما نشجعهاش عليه. بس ما ينفعش ان الحما تتحكم في مرات ابنها بالطريقة دي. ما ينفعش اصلا ان هي تعيش معاها بالمنظر ده، وانت جوزك متغرب خلاص، يا اما تروحي بيت باباكي بكرامتك، يا اما تقعدي في شقتك. انما ان انا اخد مرات ابني واقعدها معايا واكلها، انا اللي اديلها المصروف وانا اللي شربها، وانا يعني هي برضو محتاجة يبقى لها خصوصية، محتاجة يبقى لها بيتها، ومحتاجة يبقى لها شخصيتها، ومحتاجة ان هي تتحكم في قراراتها برضو. يعني زي ما انت عملت بيت واولاد واسرة، هي برضو محتاجة ان هي تعمل بيت، ومحتاجة ان هي يبقى لها ذكريات في شقتها، محتاجة ان هي يبقى لها كيان خاص بيها. فانتي ما تجيش لما يعني ايه، لما الفاس وقعت في الراس زي ما بيقولوا كده، وخلاص الواحده جابت اخرها خلاص ويعني خلاص ما عادش قادره. يعني ايه الفعل اللي يخلي بنت زي كده تمد ايدها على حماتها؟ يعني ايه الفعل اللي طلع منك يخليكي تمد ايدك على حماتك؟ او فبصوا، هو الموضوع شويه ممكن حد يقول لي انت بتتحازل البنت اكتر. انا عايزه اقول لكم، انا امي لها ليا اخواتي، وليا اخواتي متجوزين، وليا سلفاتي، وليا وكلنا لينا حوالينا ناس، وحوالينا امهات حموات، وحوالينا. بصوا يا جماعه، التدخل الزياده في حياه الشخص، بصوا ده بيخلق شخصيه، شخصيه مستحيل كده، مستحيل ان انت تقدري تتاقلمي معاها. فانت من الاول كده، او جاي تجوزي ابنك، يا ابني مراتك معاك فوق، حابين تنزلوا يوم تقضوا يوم معايا، انت ذوقية منك بقى تساعديها. لو هي لو حاسه ان هي ست كبيره ومش هتقدر، ذوقية منك انك تساعديها. وغلط جدا الواحده اللي بتقول ان
فرض عليكي ان انت تشتغلي له، وفرض عليكي ان انت تنظفي له، وفرض عليكي ده كله فرض عليكي، انما انت مش بتعملي لي حاجه، مش بتجامليني يعني. ايوه، في امهات تقول لك كده، في امهات تقول دي مش بتجاملني في حاجه، ودي مش بتساعدني في حاجه، وده واجب عليها وده فرض عليها. لا، بصوا، هو مش مذكور في القران ان الواحده تساعد حماتها، بس احنا من باب الواجب، من باب الذوق، من باب التربيه، ان انتي بتساعدي حماتك وبتقفي معاها وما تسيبيهاش هي بتطبخ. يعني مش معقول ست كبيره زي كده هتقف تعمل لي، لا ده انا اقعدها واخليها تقعد وانا اللي اعمل لها. فاحنا كأمهات وكأزواج بنساعد ازواجنا، اللي هو انا فرض عليا ان انا خلاص بقيت فارضة في المجتمع بتاعنا ان انا كأم بقوم بنظف بيتي، بغسل مواعيني، بطبخ، باكل ولادي، بشوف مسؤولية بيتي ايه، طلبات بيتي مثلا لو المصروف معايا اطلع اجيب طلبات البيت، المصروف مش معايا هو اللي بيجيب طلباته وكده. طبعا هو بيروح يشتغل، بيشوف بيشتغل في اي وظيفة وبيجي بالحب كده وبالمعروف. الناس بتعاشر بعضها بالمعروف، يا اما بنعاشر بعض بالمعروف، يا اما بنسيب بعض بالمعروف. فانتي كحما او كيش بركة لمرات ابنك، وبرضو يعني انتي، هي برضو جاية من بيت مدللة، برضو كانت في بنات كتير مننا كانت امهاتها مش بتخليها تعمل اي حاجة، فبتروح تلاقي الواقع حاجة تانية، فبتتخض، بتقول يعني هو ايه اللي حصل، ولا ايه اللي حصل في الدنيا يعني علشان انا اعمل كل الحاجات دي. ف يعني ايه، خلي بالك منها وملكيش بركه اللي هي، لان بجد سبب الطلاق بيبقى ساعات رئيسي، بيبقى شامل حاجات كتيره قوي. وانت كمرات ابن ملكيش بركه برضو اللي حماتك، ولو شايفه ان هي محتاجه مساعده ساعديها، وتروحي لها برضو. انت حاولي تحببيها، انت اللي في ايدك تحببيها، وانت اللي في ايدك تكرهها فيكي، وانت اللي في ايدك تحببها فيكي. في امهات كتيرة قوي بتشتكي من جفاف مرات ابنها، وفي بنات كتيرة قوي بتشتكي من جفاف حمواتها. فانا عايزه اقول لكم يعني الجواز ده رحمه وموده، يعني موده ورحمه. ما تحاولوش تعملوا الجواز نطاق تاني. ما تحاولوش تقعدوا تركزوا في حياة بعض، ده جابت، ده ودت، ده سوت، ده عملت، ده ما عملتش، ده راحت، ده جت. حاولوا تجاوزوا عن بعض، والتمسوا لبعض الاعذار. يعني ساعات كتير قوي كلنا بنغفل، وكلنا كتير قوي ساعات كتير قوي. يعني انا ابقى عند مثلا حماتي، اولا انا ماليش حما يعني، انا حماتي تبقى مرات بابا جوزي يعني، فانا ماليش حما يعني وكده. وبعدين انا بعيد اصلا عن بيت العيله، ومش مش معاهم يعني في بيت عيله. بس يعني بصفه عامه ببقى هناك. ساعات كتير قوي بيغفل عليا حاجات، اقول يعني حتى بعد ما اروح اقول يا ربي، يعني انا لو كنت عملت كذا. طب فاهمين يعني الحتت دي؟ فتقوم بقى مثلا الحما ماسكه في حاجه زي كده. يعني ساعات كتير قوي بنغفل، وساعات كتير قوي بيتوه علينا، وساعات كتير قوي بيبقى نفسنا نعمل حاجات ومش في مقدرتنا. احنا كأمهات مثلا، ام لطفلين، ام لثلاث اطفال، فينا كتير قوي بنات امهات، لان الفئة اللي بتتفرج عليا دلوقتي من 25 ل 35 سنة، فينا كتير قوي معانا بالاربع اولاد، ربنا يبارك يا رب، يبارك لكل واحدة في اولادها. فانت لما تستحملي مسؤولية 4 اطفال والبيت والاب والمسؤولية، واكل وشرب وتنظيف ومسيح وكلام من ده، وبعدين بتروحي برضو ساعات كتير قوي الواحد بيبقى عايز يروح ياخد هدنة كده، يعني خلاص الاطفال هيلعبوا مع بعض وانا هروح اخد هدنة، اقعد مع حبايبي، اغير جو، اتكلم معاهم، اشوف حياتهم، ظروفهم، الدنيا ماشية ازاي، مبسوطين، ملناش بركة الا بعض، برضو نضحك، نهزر، ناكل، نشرب، نفرح. اسألي اي واحدة متجوزة في بيت عيلة هتلاقي روايات وافلام، وعملت وما عملتش، وجت بدري وما جاتش، واحساس بالذنب على طول، وعلى طول حاسة ان انتي حاسة بالذنب. بصوا، بلاش بيوت العيلة، وحاولوا تشوفي كده راجل ابن حلال تتجوزيه، تستقر معاه، تعملي أسرة، تستقر في حياتك. يعني بصوا ترستقي حياتك كده مع نفسك، معاكي ما معاكيش هتعيشي. وعلى فكرة لو انتي مع حماتك، فهي اللي بتبقى شايله ذنبك. انت معاكي ما معاكي ما معهمش، انت بتبقي حاسه بالذنب. طب وانا ليه اتحكم عليا بكده؟ طب وانا ليه اعيش معاهم العيشه دي؟ طب وانا. انما لو انت في شقتك، لو ما معاكيش، بتمشي نفسك، وبتبقى عارفه ظروف جوزك عامله ازاي، وبتبقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي، وبتمشي نفسك. ف لو انت في بيت العيله بقى بتكوني زعلانه ومن جواكي زعلانه، وانا لا هخدم كل
العدد ده، وانا ليه اشتغل لكل العدد ده وانا وجوزي بس؟ مثلا لو انت متجوزه جديد وليه يعني ليه هشيل اشتغل ليله مش ليلتي؟ فبتبقي حاسه بقى ان ليه يعني يتفرض عليا فرض زي كده. فانتي حاولي بقدر الامكان يا حبيبتي اختاري حياتك كده ورتبيها من الاول علشان ما ترجعيش تندمي بعد كده. ظبطي حياتك. وطبعا اكتر المحاكم ومشاكل الاسره كلها جايه من بيت العيله، وكلها جايه من مشاكل بيت العيله. فانا عايزه اقول لكم في ناس كتير حكيني مشاكل كتير قوي على الخاص يعني بتاعي وكده، على الفيس. ناس كتير قوي حكيلي اكتر المشاكل مشاكل بيت العيله، وعمتي قالت وحماتي قالت وسلفتي قالت وسلفتي عملت وحماتي عملت. انا عايزه اقول لكم ليه بقى وجع الدماغ ده؟ يعني انت عليك بايه يعني في وجع القلب ده؟ فانت حاولي بقى بقدر الامكان اختاري صح، اعملي نظام لحياتك صح. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم موضوع النظام ده. يعني حته ان انت تبقي منظمه في حياتك، تصحي بقوانين وتنامي بقوانين وتظبطي نظام بيتك كده وتظبطي دي، على فكره نعمه ومش هيحس بقيمتها غير اللي فاقدها. وانا بذكر نفسي وبذكركم ان مفيش حاجه مثاليه ومفيش حد كامل ومفيش حد هتلاقيه كامل في حياته. حتى لو مفيش بيت عيله الشخص اللي قدامك، الشخص اللي انت متجوزاه مش هيبقى كامل ومش هيكون ملاك نازل من السماء. وانا عايزه اقول لكم احنا كمان مليانين عيوب بس احنا مش شايفينها. احنا نفسنا مش شايفين عيوبنا. مفيش حد فينا بيجي في يوم بيعترف بيقول انا في عيب كذا كذا. يعني انا عايزه اقول لكم لا، يعني كلنا مليانين عيوب وكلنا مش حياتنا مياش لازم تبقى وردي. لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني انا عايزه اقول لكم لازم بيكون في حياتنا كده شويه تاتشات، شويه حاجات كده. امال ازاي هتحس بطعم الحاجه الحلوه؟ يعني احنا كتير قوي ساعات كده كتير يعني لو كلنا كتير قوي مسكر مش هتحبي المسكر على طول. ولو كلت حاجات كتير على طول مالحه مش هتحبي الحاجه المالحه على طول. ولو كلت حاجات مسكرة على طول مش هتحبيها. فانا عايزة اقول لكم دي سنة الحياة. وان شاء الله ما فيش راحة الا في الجنة كده. ربنا يرزقنا ويرزقكم جنة الفردوس الاعلى يا رب، ويرزقنا حسن الخاتمة كده، ندخل الجنات العليا كده واتلقى فيكم كلكم واشوفكم كلكم كده في الجنة. ورب اشوفكم في احسن حال دايما. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تحط اللايك. وعايزة اقول لكم الفيديو ده خارج من محافظة دمياط، ما تنسوش تقولوا لي هو راح انهي محافظة. ولو عندك تعليق ولو عندك اي تعليق بالسلب او بالايجاب يا ريت تسيبوه لي تحت. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.